قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان ده بيحمسنا نستمر جدا، ولو على الفيسبوك اعمل لنا متابعة. Thank you. بيبدأ الفيلم بزيارة مسجون في السجن، بيعرض عليه انه يقدر يلغي عقوبته في مقابل انه يشتغل لصالحهم، لكن المسجون بيسأله هيشتغل لصالح مين بالظبط، فبيقول له انه هيشتغل لصالح CIA. بيتريق عليه المسجون لانه مش مصدقه ولانه عقوبته 36 سنة، فبيقول له انهم هيدربوه على قتل الاشخاص الفاسدين وهيكون من ضمن وحدة خاصة اسمها برنامج سييرا، ومش هيكون ليه اي اثر ولا معلومات في الحكومة، كأن ملهوش وجود نهائي. وفي مهمة من مهماته واللي كانت في بانكوك واللي كانت بتشاركه في المهمة العميلة ميراندا، واللي اديته مفتاح غرفة تحت مكان الهدف واللي مفروض يختاره، وبدأ يجهز لحد ما يوصل للهدف. وفي نفس الوقت بيتصل بيه رئيس العمليات علشان يتابع العملية شخصيا، وبيعرفه بنفسه ان اسمه كارمايكل، بيعرفه ان الهدف بيبيع معلومات ممكن تهدد الامن القومي، علشان كده لازم اغتياله في اسرع وقت. لكن كارمايكل ما بيثقش في برنامج سييرا، وكان عايز حد موثوق فيه ينفذ العملية دي، لكن ما كانش فيه حد ولا الوقت المناسب انه يبعت حد من رجالته. وبعدها بيوصل للهدف وبيبدأ يستعد العميل 6 لاغتياله، بحيث انه يقتله من الغرفة اللي تحتهم. لكن وهو بيستعد بيلاقي طفل بيقرب من الهدف، وبيقف 6 وبيتردد قبل ما يضرب النار، لكن الرئيس بيشدد عليه ان الهدف خطير ولازم يتخلص منه في اسرع وقت. مع ذلك بيتردد 6 وبيرفض يقتله، وده بيعصب الرئيس جدا. بعدها يطلع 6 يضرب جرس الانذار، وبيبدأ الكل يخرج، وكذلك الهدف والحراس بتوعه. بيروح 6 وراهم وبيبدأ يقتل فيهم، وبتساعده العميلة ميراندا. بعدها بيوصل للهدف، فبيقول لي الهدف انا عارف انت مين، انت سييرا 6. وبيكمل وبيقول له هما ما قالكش انا مين صح؟ انا سييرا 4. هما بعتوك تقتل واحد من وحدتك، لكن اظن ده مش هيخليك تتراجع. وبيبدأ بعدها يحاول كل واحد فيهم يقتل التاني، وفي الاخر بيصيب سييرا 6 سييرا 4، وبينتهي القتال بموت سييرا 4. لكن قبل ما يموت بيعرفوا ان كارمايكل شخص فاسد، وبيديله سلسلة فيها فلاشة مشفرة. وبتيجي العميلة ميراندا في الآخر وبيقول لها 6 إنه كان من وحدة سييرا، وإنه كان عارف إنه سييرا 6، فقالت لي يمكن تكون معلومة مسربة. لكن 6 بيقول لها إنه من سييرا، وسييرا ملهمش معلومات، وبيسيبها وبيمشي. بعدها بيفتشوا الهدف، وبيعرف كارمايكل إن السلسلة مش مع الهدف. بعدها بيتضايق كارمايكل وبيندم إنه بعت سييرا 6، وإنه المفروض يمحي الوحدة دي كلها من الوجود. وبعدها بيتصل كارمايكل بسييرا 6 وبيقول له هو الهدف كان معاه حاجة، فسييرا 6 بينكر، وبيسأله هو مين الهدف ده بالظبط. بيقول له شخص سيء، فقال له الحاجة اللي كانت معاه، قال له حاجة سيئة. فبيقول له كارمايكل آخر مرة أسألك فيها يا 6، الهدف كان معاه حاجة وانت أخدتها. فبيرفض يجاوب وبيقفل في وشه. وبعدها بيروح 6 وبيشوف الفلاشة دي فيها ايه بالظبط، وبيكتشف ان فيها ملفات عن كارمايكل لكنها مشفرة بكلمة سر. وبتتصل عليه العميلة ميراندا وبتبلغه انهم هيمشوا خلال 5 دقايق، لكنه بيقول لها يمشوا من غيره. فبتقول له العميلة ميراندا انت متأكد؟ انت في حاجة انت مخبيها. فبيقفل في وشها. وبعدها بيبعت الفلاشة في بريد لشخص معين، وبيتصل بفيدز العميل اللي كان مجنده في الاصل، واللي طلع على المعاش بعد استلام كارمايكل الرئاسة. وعرفه ان كارمايكل ممكن يكون شخص فاسد، وقال له على سييرا 4، وعرفه انه اداله سلسلة فيها فلاشة مشفرة. فسأله فيدز هي معاك؟ قال له لا. فقال له ان هي في مكان امن، وقال له انه يروح على مكان علشان يكون في امان. وبعدها بيعرف كارمايكل ان 6 مركبش الطيارة، وده اكد له انه معاه وكذب عليه، وبعت لشخص يدور على 6 اسمه لويد هانسن. لكن زميلة كارمايكل تحاول تمنعه لان لويد شخص مجنون، بس بيقول لها ان لويد عنده اعلى معدلات قتل، علشان كده هيعرف يجيب بالسلسلة ويتخلص من 6. وبعدها يتصل كارمايكل بالعاملة ميراندا ويطلب منها تركب طيارة وتيجي على برلين. وبعد كده يوصل 6 لرجالة فيدز اللي كانوا مستنيينه علشان ينقلوه لمكان آمن، وفعلا يحصل ويركب الطيارة. وبعدها بيخطف لويد بنت أخ فيدز اللي هي عيلته الوحيدة، وبيبتز فيدز وبيخليه يؤمر رجالته يقتلوا 6. وأثناء ما هم بيحاولوا يقتلوه ما بيعرفوش، وبيقتلهم 6 وبيهرب. وفي نفس الوقت اتصل 6 على فيدز وبيسأله ليه حاولت تقتلني؟ فبيسألوا فيدز لو كان كويس، وبيعرفوا انهم خطفوا بنت اخوه. وبياخد لويد منه الموبايل وبيكلم 6 وبيقول انه يقدر يجيب ليه الفلاشة من غير ما يضطر يقتله. لكن 6 بيتريق عليه وبينهي المكالمة. وبعدها بيعرض لويد مكافأة على اللي يقتل 6، وده بيخليه معرض للقتل في اي مكان يروحه. وبعدها بيفتكر 6 اللي حصل من 2 سنين، وانه كان مطلوب منه انه يحرس
بنت أخو فيدز اللي كان طالع مهمة وكان خايف على البنت لوحدها. فوافق ستة وتعرف على البنت اللي عرف إنها مريضة بالقلب، وفي يوم وهو بيحرسها بتحس البنت بألم شديد وبتضطر تروح المستشفى. وبعد ما بيرجعوا البيت وهي رايحة تنام بيكتشف ستة إن في حد دخل البيت وعايز يقتل البنت، لكن ستة بيمنعه وبينتهي الموضوع. وبعدها هيروح ستة لشخص يقدر يغير الهوية بتاعته، وبيطلب منه الشخص ده إنه ينظف نفسه من الدم علشان يعرف يصوره، وبيطلب منه يقف في مكان التصوير. لكن المصور بيوقع ستة في فتحة عميقة وبيتحبس فيها شبه الحفرة، وبيعرفوا إنه معروض على اللي يمسكه 50 مليون دولار. وبيتصل المصور بالويد وبيعرفوا إنه مسك ستة، وبعدها بيغير الويد طريقه وبيمسك ستة. وفي نفس الوقت بيقابل كارمايكل العميلة ميراندا اللي بيسألها لو كانت تعرف حاجة عن ستة أو مشاركة معاه في خطته، لكنها بتقوله إنها ما عندهاش أي فكرة عن الموضوع. بس كارمايكل ما بيصدقهاش، وبعدها بيقرر كارمايكل يوقفها عن العمل ظلم. وفي نفس الوقت بتيجي ليه رسالة بإن ستة اتمسك، وتعرف ميراندا إن ستة اتمسك من انعكاس الرسالة في نظارة كارمايكل. وبعدها بيروح لويد ورجالته يقبضوا على ستة اللي كان مخطط للهروب بإنه فجر الإزاز وعرف يهرب، لكن لويد كان وراه وبيمسكه، وده خلى ستة يفجر قنبلة قدام لويد وبيهربوا هما الاتنين. بس بيفشل ستة في الهروب لأن لويد بيمسكه تاني، بس فجأة بيتصاب لويد في ظهره بحقنة مخدرة، وبيطلع اللي صابه هي العميلة ميراندا واللي بتسأل ستة الناس دي عايزة ايه منك، فبيقول لها ستة انه ما يعرفش. وبعدها ميراندا بتقول له تعالى معايا، لكن ستة بيرفض، بس بعدها بيوافق بعد ما عارف انها بتأمره مش بتطلب منه. بعدها بتخدر ميراندا ستة وبتركبه في صندوق العربية. بعدها بيرجع لويد لمقره واللي بيعتكس فيه فيدز وبنت اخوه، وبيكتشف ان ستة بعت بريد لشخص في مدينة براغ. فبيروح لأوضة فيدز وبيربطه وبيسأله ستة يعرف مين في براغ، لكنه بيقوله انه ما يعرفش. فبيبدأ لويد يعذبه بانه يقطم ضوافره، لكن مع ذلك فيدز بيرفض يجاوب، وده اللي بيخلي لويد يهدده انه هيجيب بنت اخوه مكانه، وده اللي يخليه يعترف في النهاية. وبعدها بيفوق ستة وبيكلم ميراندا وبيحذرها انهم بعد ما يخلصوا منه هيخلصوا عليها هي كمان، وبتقرر تساعده وبيعرفها ان هو بعت الفلاشة لرئيس الوكالة في انجلترا واللي دلوقتي على المعاش زي فيدز وعايشة في براغ. وبعدها بيروحوا للرئيسة دي وبيقابلوها وبيسألها ستة وصلك البريد؟ قالت له أيوة، واندهش لما عرف إنها فكت الشفرة. وبيكتشفوا إن عليها مقاطع وصور بتثبت إن كارمايكل شخص فاسد، وإنه كان بيستخدم الوكالة كفرقة اغتيالات بدون ما حد يحس أو حتى يحاسبه، وإن كان سير 4 عرض المقاطع والصور للبيع للي هيدفع أكتر. وده اللي خلى كارمايكل يعرف ويخلي سيارة 6 يروح يقتله في البداية. وبعدها تظهر فرقة لويد اللي بتحاول تقتل كل اللي في الشقة، بس الرئيسة بتخلي 6 وميراندا يهربوا، وبتفضل هي في شقتها تأخرهم وحتى بتفجر نفسها. لكن 6 بيتقبض عليه من البوليس اللي كان بيحاول يهرب، وبعدها بيمسكوه في مكان عام. بس بيكتشف 6 ان المكان على وشك يكون ساحة معركة، فبيحاول يطلب من البوليس انهم يخلوا المكان بسرعة، لكنهم بيرفضوا. وفي وقتها بتبدأ رجالة لويد تضرب النار على الكل وبتحاول تقتل 6، لكنهم بيفشلوا يقتلوه. وبيحاول 6 يفك نفسه وبيهرب، وحتى بيقتل كل رجالة لويد في الاخر، واللي معرفش حد فيهم يتخلص من 6. وده اللي بيضايق سوزان اللي ما كانتش موافقة على الوضع، وبتغضب جدا من لويد. لكن بيكتشف لويد ان في شخص بيتبع 6، وهو واحد من القتلة اللي عرض عليهم لويد مكافأة لو مسكوا 6. وبعدها 6 وميراندا بيروحوا مستشفى علشان يتعقبوا مكان بنت اخو فيدز عن طريق منظم القلب اللي هي مركباه، وبيتنكروا وبيدخلوا المستشفى وبيعرفوا مكان البنت. لكن بيظهر فجأة القاتل وبيحاول يقتل 6، لكنه بيصيب ايده بس. وبعدها يحاولوا يقتلوا بعض، لكن 6 وميراندا ما يعرفوش يقتلوا القاتل المأجور اللي اخذ الفلاشة وهرب. وفي نفس الوقت بيتصل كارمايكل بسوزان واللي بيقول لها انها كانت المفروض تسيطر على لويد، لكن هي بتقول له ان محدش بيقدر يسيطر عليه. فبيقول لها انه هيقول الحقيقة لرئيسهم عن اللي حصل ده. فبتقول له الحقيقة انك عينت لويد ومفيش حقيقة تانية. وبيسألها عن الفلاشة، فبتقول له في الطريق. وسألها عن 6، فبتقول له انه مفقود لحد دلوقتي بس هو مصاب. وبعدها بيروح 6 وميراندا لمكان البنت، وهما في الطريق بتسأله هو انت دخلت السجن ليه؟ فبيقول لها انه كان عايش مع اخوه ووالده، وان والده كان قاسي عليهم جدا
وكان بيعتدي على أخوه، وكان عارف إن هيجي في يوم من الأيام وإن واحد فيهم بس اللي هيعيش، وهو اختار إنه يكون هو اللي هيعيش. وبعدها فضل في السجن لحد ما لقاه فيدز. بعدها بيوصل القاتل مقر الويد واللي بيسلمه الفلاشة علشان يستلم الفلوس، وفي الوقت نفسه بيوصل ستة وميراندا اللي بيقتلوا بعض الحراس علشان يستعدوا يهجموا عليهم. وبعدها بيقرر الويد يقتل البنت الصغيرة وفيدز، لكن سوزان بترفض، بس هو بيقول لها ان النجاح لازم يكون فيه اضرار جانبية، وده اللي بيخلي القاتل المأجور يتردد لانه ما بيقتلش اطفال. وبعدين بيكتشفوا ان ستة وميراندا بيهجموا عليهم، وبتحاول رجالة لويد انهم يقتلوهم، لكن ده ما منعش ستة من انه يوصل لفيدز وبنت اخوه وبيحاول يخرجهم من المكان. لكن لويد بيكتشف ان فيدز وبنت اخوه هربوا، وده اللي بيخليه يروح يمسكهم، وفعلا بيبدأ ضرب النار عليهم. وهم بيهربوا بيتصاب فيدز، وده اللي بيخلي ستة يحاول ينقذه وبيهرب بيه، لكن فيدز بيرفض وبيطلب منه انه يحمي بنت اخوه، وبيطلب منه حاجة كمان وهي قنبلة قبل ما يمشي. وبينط ستة والبنت في المية، وبيحاول لويد يلحقهم، لكن بيتأكد هو ورجالته الأول إذا كان فيدز مات ولا لأ، فبيكتشفوا إنه ماسك القنبلة وبيفجرها فيهم. بس لويد بيقدر يهرب وبينط في البحر، وفي نفس الوقت بتفجر ميراندا مقر لويد واللي بتلاقي فيه القاتل المأجور، وبيحاولوا يقتلوا بعض، لكن ميراندا كانت ضعيفة قدام القاتل واللي ما بيرضاش يقتلها، وبيسلمها السلسلة بإرادته لأنه بعد ما عرف إنهم هيقتلوا البنت الصغيرة غير رأيه. وبعدها بيوصل لويد لستة وبيحاول يقتله، لكن البنت الصغيرة بتمسك مسدس إنقاذ وبتضربه بيه، وبالفعل بتحرق ظهره. لكن رجالة لويد بيحاولوا يقتلوا ستة، بس ستة بينط في المية تاني. وبعدها بيمسك لويد البنت وبيهرب بيها، وبيروح ستة وراه بعد ما قتل رجالته كلهم. ولما بيوصلوا بيلاقيه ماسك البنت الصغيرة وبيهددوا انه يرمي المسدس والا هيقتل البنت. بس بتوصل لستة رسالة من ميراندا بتقوله يحاول يوصل لويد لناحية اليمين علشان تعرف تقتله، بس ستة بيطلب منها انها تيجي تاخد البنت وهو هيتعامل مع لويد. بس البنت الصغيرة بتقلق وبتقوله انه عيلتها الوحيدة، فبيقولها ما تقلقيش. وبيبدأ قتال ستة والويد. بيضرب ستة لويد، ولان الويد مخادع كان مخبي سكينة معاه بيبدأ يضرب بيها ستة، بس ستة في النهاية بيقدر يوقع منه السكينة وبيحاول يخنوه، بس بيصاب لويد برصاصة في قلبه. وبنكتشف ان اللي ضرب الرصاصة هي سوزان، واللي بيفاجئ لويد منها. وبعدها بيسألها ستة انت مين، لكنها بتضربه بالنار في رجله وبتقوله ان لويد هيتحمل اللوم على كل اللي حصل، وانها عايزة حد يدعم كلامها. وبتقوله لو عايز البنت تفضل عايشة لازم تنفذ اللي بقولك عليه. فبيوافق ستة، وبعدها بياخدوا منه الفلاشة وبيحتجزوا البنت الصغيرة وبيحبسوا ستة في المستشفى. وبيتحمل لويد الميت كل اللي حصل علشان يتبرأ سوزان وكارمايكل وميراندا من كل اللي حصل. وبيهدد كارمايكل ميراندا انها لو اتكلمت هتموت. وبعدها كارمايكل وسوزان بيعرفوا ان ستة هادي بشكل غريب في المستشفى، وده بيقلقهم فبيروحوا يشوفوه. ولما بيوصلوا بيلاقوا كل اللي فيها مقتولين، وبيكتشفوا ان ستة هرب وبيروح للبنت الصغيرة علشان ينقذها، وفعلا بيقدر ينقذها وبيقتلهم كلهم وبياخد البنت وبيمشي. الفيلم مميز فعلا. لو كنت تابعت معايا الملخص للآخر فعندي ليك سؤال: ليه سيارة ستة صدق الهدف لما قال له انه سيارة 4 مع انه ممكن يكون بيخدعه؟ اكتبوا لنا اجاباتكم في التعليقات وهقراها كلها.